عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله نحضر معكم لي كيش اللي غنحتاج بهم واحد المكونات ساهلين وبساطين. نبداو باول مكون ديال الدجاج اللي قطعناه هكا مرصويات صغار نتوما كي تشوفوا، وغنديرو تشحر. غنحتاج مقيله ندير فيها شويه الزيت، نزيد ليها هاد الصدور ديال الدجاج او طريف الدجاج. تقدروا ديروا لادان، غنضيفوا الملحه وغنضيفوا الابزار فقط، ما غاديش نديروا حتى شي حاجه في العطريه الاخرى غير الملحه والابزار. هنا غنخليو هذوك الدجاج اولا داك طريفه الدجاج ديالنا تيتشحروا مزيان. غادي نديرو غير ملحه وبزار كيف ما قلت لكم، درنا ملحه وبزار غنخليوهم يتشحروا. فاش غيتشحروا غادي نزيدو لهم بصيله، واللي بغى ما يديرش البصله ما يديرهاش. وهنا لي كيش ديالي هما هادو نتوما، انا راهي شارياهم ما موجداوش في الدار اللي بغاو يوجدوهم في الدار يوجدوهم، انا غير تنشريهم صراحه. صافي على ما يوجد هاد الدجاج ونرجع معكم. هنا الدجاج ديالنا من بعد ما بدا تيدخل لنا الخياط غنخليوه حتى يتقلى، يعني حتى يتحمروا لينا هذوك الطريفات ديال الدجاج. عاد غادي نعرفوا راه صافي الدجاج اللي راه وجد باش يجي لنا ديك القنه، ديك الزبده ديالو، دخلنا ديك الملحه وديك الحامض وديك الشرب الدجاج داك الخل. كيعطينا داك المذاق رائع مع البزار. البنات جربوا الدجاج بالبزار هكذا، غير بالبزار والمليحه نشحال هكا وردوا عليا الفرن، ما غاديش تشبعوا منه في اي حاجه، اي طعميره درتو، اي وصفه درتو كان خاصكم تشحروا فيها الدجاج. شحروه بالملحه وبالبزار وتفكروني غتبقاو تاكلوه هكا. نتوما يلاه تكملوا، يلاه تمجدوه، مازال ما كملتوش غتبداو تاكلوا الدجاج حيت كيجي غزال، كيجي واحد المذاق رائع. غنخليوه عاوتاني. صافي هنا هذاك الدجاج ديالنا بدا تياخذ لنا ديك التحميره. هانتوما واش كيبان لكم بدا تيتحمر ليا. غنزيد عاوتاني نحركو. هانتوما الدجاج كله بدا كيدخل لي ديك الثياب. نزيد عاوتاني باش يدوز لي الجهه الاخرى. صافي وغنزيد البصيله نشحرهم ديك الساعه. ندوز معاكم الطريقه ديال التعمار. هنا صافي هذوك طريفه الدجاج ديالنا راهما تحمروا كاملين، هانتوما كيف كتشوفوا. دابا غنضيف البصل، غنخليها دابا تشحر مع هاد الدجاج. البنات ما ضفتش البصله في الاول مع الدجاج باش ما تطلقش هذاك الماء ديالها وتخلي ليا هذاك الدجاج ما يجيش ليا محمر. انا بغيتو بهاد التحميره اللي كيعطي ديك المذاق، يجي بحال ديك طريفه الدجاج محمرين بحال المنتج رائع. ما عرفتش كي غادي نوصف لكم صراحه المذاق ديالو كيف كيتحمر الدجاج، ولكن كيجي غزال. صافي هنا غنقص البطاطيه بالعافيه وغادي نخلي هاد البصله تشحر مع الدجاج. هنا هاد البصله بدات تطيب ليا، نزيدها شويه ديال الزيت وغادي نجي هاد البوطه باش ما تزيدش تطلق ليا البصله الماء بزاف، حيت انا هاد الكشوه ما بغيتهاش تجي ميها، خاصها تجي ناشفه عندي. باش مازال غنضيف ليها صوص بيشاميل اولا الكريمه، داكشي علاش خاص ضروري تجيني ناشفه. ها هانتوما ما كاينش في الماء، الا خلينا البوطه ناقصه ديك البصله غادي تطلق لينا الماء وغتجينا هاد الكشوه مليها. هذا هو السر باش تجي هاد الكشوه صراحه بنينه وزوينه. هو السر هو البزار
وهاد الحشوه تجي ناشفه، وديك الدجاج يتحمر في الاول. هنا هاد الحشوه صافي راه ولات، نتوما البصله راها طابت. نزيد لها شويه ديال كريمه الطبخ، تقدروا تصايبوا البيشاميل عفوا. هنا غنزيد شويه ديال الفرomاج، ندير موتزاريلا وفرomاج احمر هنايا. صافي غنخلط باش يعطيوني ديك التعليكه، وفي نفس الوقت الفرماج الاحمر يعطيني ديك النكهه ديال الفرماج الاحمر. تقدروا تستغناو على هاد المكونات ديال الفرماج ديال هذا الكريمه الطبخ، وتقدروا ديروا غير صوص بيشاميل، الزبده والطحين شويه ديال الحليب عفوا، شويه ديال الملح وبزار. صافي تكون واجده معكم هاد الحشوه. هنا غادي نزيد شويه القزبر والمعدنوس اولا غير المعدنوس على حسب الذوق اختياري حتى هاد الزياده. صافي وغندوز باش نعمر الحشوه ديالي، نعمر لي كيش ديالي، سمحوا لي راني دايخه نعمر لي كيش ديالي بهاد الحشوه. صافي هنا كيف قلت لكم غنبدا نعمر. بهذا الشكل. حاولوا ما تعمروهمش بزاف باش ملي ديروا الفرماج من الفوق ما يطيحوش لكم هذاك، ما يطيحش لكم داك الفرماج من هاد لي كيش. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي. صافي هنا من بعد ما كملت هاد لي كيش بالتعمار، هنا زدت واحد جوج حيت بقات ليا الحشوه درت بزاف، زدت واحد جوج. غنبدا ندير الفرماج ديالي، تقدروا تستعملوا اي فرماج احمر، وتقدروا تكتفيو غير صافي بديك الصوص بيشاميل اولا بديك الكريمه على حساب. انا تيعجبني صراحه الفرماج، داكشي علاش كنكثر منه. صافي وغادي نستمر بهذه الطريقه. هنا نسيت ما قلت لكمش راني زدت شويه ديال السوريميه للتزيين فقط. تقدروا تزينوا غير بقزبر ومعدنوس، كيف قلت لكم تقدروا تكتفيو غير بديك البيشاميل اولا كريمه الطبخ، تقدروا تكتفيو بالفرماج، المهم تزين على حسب الذوق.